خوليسو موداو المرشح للترجي الرياضي التونسي. باش نعطيو في الفيديو هذا أهم مميزات هذا اللاعب اللي يعتبر أحسن ظهير أيمن وأفضل ظهير أيمن في القارة السمراء، لهنا ضد إبراهيم عادل أحد أفضل أجنحة إفريقيا، يفتك منه الكرة بكل قوة بدنية وبكل تميز. لهنا وقت اللي يقرأ اللاعب ويعمل الانترسبت ويستبق الكرة ويعمل البلوك يمنع الفريق متاعه من هدف محقق. شوفوا معايا وركز في اللقطة هذه كيفاش مشى سكر على اللاعب وعمل البلوك ومنع الكرة. لهنا وقت اللي يطلع معاك ويعمل التفوق العددي ثم يعطي الريتري او الباس ديسيزيف، ولهنا باش نعاودوا نشوفوها باللقطة البطيئة، ولولا تدخل المدافع لكان هدف محقق. لهنا يعمل التفوق متاعه ثم يعطي الباس ديسيزيف ومنحها الديفونسير، كانت تكون هدف محقق. ولهنا نحكيو على الخطورة متاع موداو لاعب سان داونز الجنوب افريقي. لهنا كذلك ضد افضل الاجنحة في افريقيا ابراهيم عادل، شوف التايمينج، شوف التاكلينج، شوف كيفاش يستخلص الكرة بكل برودة اعصاب، ثم الميزة متاعه انه يفك الكرة ويعاود يتقدم. لهنا لو لعب معاه اللاعب عاود رجع الكرة لكان يكون الهدف محقق. لهنا التاكلينج اللي عمله ضد ابراهيم عادل يبين لك القوة متاع هذا اللاعب، ثم الباس الكاسر للخطوط. لهنا اللقطة هذه اللي حكيت عليها لو كان عطاها الكرة شوف الجول فارغ كان يسجل الهدف محقق. لهنا كيفاش يستبق الكرة ويعمل البلوك، اللقطة هذه اللي أصيب فيها ضد بيراميدز. اللاعب هذا قوي جدا بدنيا، قوي جدا تكتيكيا وفنيا، مش من فراغ هو أفضل ظهير أيمن في القارة السمراء. لهنا كذلك ضد إبراهيم عادل تقريبا ما خلاش إبراهيم عادل يتنفس، كيما تقريبا وقت اللي لعبنا ضد سان داونز ما خلاش يوسف البلالي يتنفس. لهنا يدخل حتى الوسط الميدان ودائما اللاعب حاضر وعنده الحلول في التمركز جيد جدا. شوفوا معايا اللقطة هذه ضد إبراهيم عادل المراوغ الممتاز، كيفاش يستبق الكرة، كيفاش يعمل التاكلينج متاعه بالقوة البدنية والانترسبت. لهنا ليتوش كذلك عنده المفتاح متاع لعب ليتوش اللي يعتبر حل من الحلول. لاعب متكامل، لاعب جيد جدا، وإضافة قوية للترجي الرياضي التونسي لو تصير هذه الصفقة. وأنا كمكشخ وككل مكشخين نتمنى اللاعب هذا يكون في الترجي الرياضي التونسي، ظهير عصري بمواصفات أوروبية. لهنا وقت اللي يدخل يعمل الإنداء ويدخل في الانترفال ثم يعطيك الروتري، ولهنا العملية هذه هي اللي جابت الهدف من لوكاس ريبيرو ضد بيراميدز. لهنا وقت اللي سجل لوكاس ريبيرو الهدف متاع سان داونز ضد بيراميدز تبان القوة والخبرة متاع اللاعب هذا اللي بالرسمي مكسب لأي فريق يلعب فيه، وكان من نقاط القوة متاع سان داونز الجنوب افريقي واللي هزته للفينال متاع الشامبيونز ليج. اللاعب هذا وقت اللي تتفرج فيه متعة للمشاهدين. شوف كيفاش بالقوة البدنية اللاعب ياسر قوي فيزيكمون، تكنيكمون زاد قوي برشا، ويمشي بكل ثقة في النفس ويستخلص الكرة متاعه. شوف لهنا يفارع فيه معناتها والقوة البدنية اللي نحكيو عليها. اللاعب هذا حتى بزوز لاعبين تضغط عليه قادر باش يخرج من الضغط بطريقة رهيبة جدا، وثم يعطي الباس متاعه. ياسر قوي في ساقيه، يعرف يلعب الباس باليمين وباليسار بساقيه الزوز. صراحة اللاعب يشوف لنا تحت الضغط كيفاش عطى الكرة كل ثقة في النفس، يعاود يعرف كيفاش يرجع يتمركز. الصراحة ملاعبي ما لقيت ما نقول فيه. اعطيونا رايكم في التعليقات جمهور الترجي.